السوق هذا سوق القطانين، هذا سوق قديم جدا، كان مبني من حتى قبل ما يدخل الإسلام على هون. ويقال إنه سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل من على القدس دخل من السوق هذا، فما رضيش يصلي في داخل كنيسة القيامة، طلع صلى برا وبنوا محله محل ما صلى مسجد سيدنا عمر. وهذا الكلام كان عشان ما يجوش المسلمين بعدها ياخدوا كنيسة القيامة. فاليوم السوق خرب، وكان الخراب تبعه يعني كبير جدا، ضلوا لفترة طويلة. بعدها اجوا المماليك اجوا عمروا السوق هذا وصلحوه وصار سوق تجاري. وكانوا طبعا اليهود ما إلهمش أي علاقة بالسوق هذا، لا من بعيد ولا من قريب، ولا إلهم أي صلة بالسوق هذا. إجا بعد المماليك عاود السوق هذا نظرا للاحتلال ووضع الاحتلال، كان السوق هذا خربان. إجت الأوقاف تقريبا بالسبعين، بسنة السبعين، كانت هي مشكورة، عمرت السوق وسوت السوق، يعني سوت دكاكين عرضتهم على الناس من دون أي مبالغ ومن دون أي حاجة مقابل ما يفتحوا السوق، لأنه السوق هذا هو المدخل الرئيسي كان لليهود، إنه يفكروا إنه يكون هو الكوتل للكوتل أو للمعبد تبعهم. بالنسبة للمحل، إحنا المحل عندنا من تقريبا 15 سنة أو 17 سنة. الحمد لله رب العالمين. وضع المحل كيف انت شايف، يعني احنا بنبيع كل شيء اسلامي لانه احنا على باب مسجد الاقصى، وتحف وهدايا واشياء اسلاميه. والوضع انه يعني بنقدر نقول مش كويس يعني، ولكن احنا في صمودنا وفي جلوسنا باب مسجد الاقصى، حتى لو ما طلعناش ولا شيكل نعيش، احنا مبسوطين. احنا انواع التحف الخشب اللي بنستعمله كليته عباره عن خشب زيتون، صناعات يدويه ومعظمها صناعات فلسطينيه، يعني بنستوردها من او بنجيبها من الخليل ومن بيت لحم. ومصاحف دينيه كمان بتجينا عن طريق مصر، واشياء دينيه.